ايدك لفوق. لو انت رجال ما جيت من الخلف. لا تتكلم عن المرجلان معشش. ما كيف قدمتي؟ الحمى تعبتني. هذا الحبة قدي الأخيرة، إن شاء الله الحمى عتخن. أبيها الله يوصلني يا ولدي، لو ما أشوفك عروس وأفرح بك قبل ما أموت. من الذي أتزوج بيما وأنا شاقي فوق مضطر؟ لا تقرش هذا الكلام. عيد الله ما تتزوج بك ابني ويرزقك من فضله. خذ أبوك اتزوج بي وهو فقير وعشنا حياتنا. وعاش فقير ومات ما أجمع حق العلاج، وأنتي وذنتيها تعب. كودا ندبر حق الصرف وندبر حق العلاج. الله يعزني يا ولدي، لا قدني عاد أثقل عليك. لا يما الله يحفظك والله ودي لش عيوني. أنا غير بين حاجة بسريكة في حالتي. أنا ما أناش حق أتزوج بنت الناس وإحنا باء معي. كما سهل الله وبعدها سهل. الله كريم يا ولدي، الله كريم. الباري كريم. أنا ذا الحين شاقوم ما تصير بسر للدوام مشوار بحق العلاج وارجع لش. ما في نفسش ما تشتي. عافيتك. والله يرضى عليك مثل ما أنا راضية عليك. تعالوا لنا. الله معك يا ولدي ويسهل لك ويرزقك. اطلع ثاني ورجع من الحاره هذه يمين. ها ما هذا؟ ما كفت شوائش قديم جيز الناس. ماش حق البترول. وانا مفعل لك ما معك لاهي. وانا مفعل جيت اشقى عليك وكيف؟ لا ما بش معك كان اطلع فوق باص، ولا كنا اتحكم من اولها. انا اقول لك ما معك لاهي لو تفعل ما فعلت. حاسب حق المشوار قلنا لا تزيد ولا تنقص، ما وش منخفض. فلت يدك من الكوت هنا. حاسب حق المشوار. فلت. ايش فيكم؟ صلوا على النبي. يا اخي هذا خلاني يدي من اخر الدنيا وجا يديني 300 ريال. والله ما معك لاهي لو تقرع. خلاص يا اخويا، كم حقة مشوارك؟ حق المشوار 1000 ريال، بحق ما بيعاند. خلاص اطلع دبابك انا حجيب لك. لا ما بالله. اقول لك اطلع يا ابن الحلال عشان تبصني مشوار كمان. وش فيك مستني؟ والله انه حمض بي. لو تحكم من اول هاسه. اهدى وروق عواد. قدو ما بلا مقاتل ليش ضمت الحلا. لا شيء زياده ولا نقصان. حبيبي شوف الدنيا بخير. اضحك لها اضحك لها. لن نضحك وقدك تبصر على واف. خل معي ايجار بيت. امي مريضه. صرفه وعلاجها. لكن الحمد لله بيكفينا الباري. ما بطعم الحلا ولا ياخذ زي يابسه. الحلال يا ابويا الحلال ولقمة الحلال. هذا الكلام يقولونه عشان يخلونك فقير مثل ما انت. في خبز اطعم من الحلال. ما يفعل لي وهي حرام. او قد اكلت يا صاحب ما عقبك. امزح والله امزح معاك. يا رب يا مثل ما اديت الام. على حالتك هذه قابلني لو جد يا ابو حلال. خذوا احلى داخل. مدري تجي تصود اصبر. اعذر من خير. اول مره ادخل الحواري هذا. تعال يمين.
خذ حسابك. كفاية؟ وربي حتشيلها. يا أخي هذا حق المشوار. لا تستاهل أكثر. بعدين أنت تذكرني أول ما رحت السعودية كنت كذا زيك. اديني رقمك حدق عليك عندما يكون عندي مشوار. كم رقمك؟ ما قلت لي وش اسمك؟ صلاح. يا هلا فيك يا صلاح، بس حسجلك عندي أبو حلال. أخوك دحيم. ارحب. حياك يا عبد الله. قل لي اديت معك شيء؟ بس مو حقتنا كلها، في ناس معانا، اعمل حسابهم. سهل، اهم شيء تكفينا. بعدين مالك ما جبت سيارتك انت والعيال؟ سيارتي عليها بلاغات، وكل ما اطلع فيها احس ان في حد ورايا. حوقف هالفترة دي وحقضيها مواصلات، والعيال حيجوا في الليل. مالك ما بتدور؟ والله يا اخي طلعت مع صاحب دباب مسوي فيها شريف زمانه، يكلمني على الحلال وما الحلال. حمار. وذا بسيرتك بتحبه في راسه؟ اي والله عشان اضبطه، ولا عاد يستشرف ويسوي فيها رجال. يعني ايش؟ دخلت راسك؟ حتشوف ايش حسوي فيه. تفضل يا ابني. شوف هذا العلاج تستخدمه وقت الحاجة بس إذا تعبت، واعمل حسابك إذا تعبت الوالدة تسعى في المستشفى ضروري ولا بتموت، لأنه إذا جت لها جلطة ثانية بيكون أعراضها يعني صعوبة في النطق، صعوبة في حركة الأطراف، كمان الجلطة بتجيب ثواني يا ابني. الله يستر، ان شاء الله ما يوقعش حاجه. إن شاء الله. اصلا ما دكتور. تفضل. حيادي حيين يا عم حيين يا هلا هلا حبيبي. حياك مبارك. شابر ما دام طارق العود اتكع علي حاليا. قاعد ندس البلاي ستيشن يا ليلى وما نفعل به. ما بليدي تعبت قلنا يدير اثاري بيعزبن من هنا. يا ليلى ما شاء الله تبارك الله. زيد اشتريت ثلج على الجمه. الله يوسع في رزقك، بس كلفت على نفسك. بدون ما نتعلم ما بصيرش بتموتي وانا عاجز. كثر خيرك ابني، وربي يرزقك من عنده. ورب الغلابه الجوي رجعت. قول بلا قبلي ما معه مع جنته من حق الكعب اسكرويني ولا يلا اختبنا انا ولا اخذت انا. يا عيبا عاش طارق عاش. جاب راسي وجياب في 30 واربعها. ايوه يا لطيف يا لطيف حين ادخل القبر وحدي. يا لطيف يا لطيف حين ادخل القبر وحدي. لا صديقي ولا حتى بطاقة في جنبي. المسيرة تزيني
الو. هلا كنت صحيتك من النوم. لا قمت. فاضي تجيني؟ حاضر، اجي لك لحيث ما طرحتك امس. ايوه يلا على طول. اوكي ما تتاخر. هتسوق الباقي لهذا؟ انا بشتغل ذا الحين، بس حرسلهم مع الواد اللي بيوصلني. ما يفضحنا سوق هنا انت. ما تقلق، حيوديهم. بان عليه حمار، ما حد يشك فيه. لو يمسكوه رقمك معه. بقفل رقمي وتواصل مع العيال بالرقم الثاني لحد ما يوصل لهم. لو يمسكوه حيفضح البقعه. قلت لك لا تقلق، انا اضمن لك. بعدين في النهار ما في خوف تفتيش مثل الليل. اعمل حسابك لو ينفضح المكان لو جاك. انا همشي الحين، نتواصل في الليل. لكن عم دحيم هالقدي خيرات. لا يا شيخ، مو كثيرة عليك، خليها عربون صداقة بيننا. بعدين اباك بشغلة تخدمني. بشر من عيوني ينفعك. خذ هذه لعند خويي. على طول لينا. شوف الشارع، حتمشي سيدة حتحصل فتحتين على يسارك، سيبك منهم معدين. حتعدي على طول، حتحصل بعدين فتحة يسار. خش بالفكة الثالثة وامشي. حتشوف سيارة حمراء واقفة هناك، عليها رجال سمين، اديه الشنطة. الرقم الذي تتصلون به مغلق حاليا أو قد يكون خالي. الرقم الذي تتصلون به مغلق حاليا أو قد يكون خالي. صاحب دحيم؟ ايوه انا صاحب دحيم. وين انت من اول؟ ها بشر، جتك؟ الولد الذي رسلته فتح شنطة ودرى ما فيها. أبلش الأيتام من بيدي. لا عادي، هو تبعنا. كون انتبه من بترسل، إذا عاد رسل مرة ثانية ما عنطلبش منك. أبشر ولا يهمك. صلاح ما شاء الله، هذا محبتها كلها من خارج. وغير اليوم ندخل 11 يا جماعة علي. سلام، انا جيت اقول لك تدي 15,000 حق الشفاء، قد البيارة عدم دلي، قد جيت لك اول قالوا ما احد. عم علي
شيل هذا والباقي لغطوه. كل مكني هكذا، لا ايجار بتدفعه ولا حق شفاط ولا شيء، ما هو حقك هذا اللغاجه. والله ما عاد باقي معي الا هذا، غطوا من عيني. انا عاد ابصر غدوه هذا وجهز الايجار حق 3 أشهر كامل. ما شاء الله يفتح عليك. يا عم علي والله ما بنقدر اكافي حق شهر، وقد بين قاتل مقاتله على الزلط، وقد بصر المطر بيخرب ومي تعبه، قد هي حاله جن. الا بين ابصر حاله جن، ما شاء الله ما عبد اكل الا من خارج. قد الخبر في اذنك، ما تديها ولا انقلع من بيتي. حاضر، غطوا ان شاء الله لو دبرها لك من الجن. عاد ابصر بين جابرك هذه المره صدق، وشو حالي بهذا البك في الحاله. سلام يما. حيا بأبي. هيا قومي نتعشى. هذا العلاج الذي كان ناقص يما. الله يوسع في رزقك، الحاجة على روحك يا أبي وروحي. معلش يما. معليش. معلش. من حق هذه الأيام يا ابني، بقورة عليك، من وين حتلقفها؟ من علاجي ولا من هذا الشيء بالهرب؟ الله يعزنا يما ويبدي لنا. هذا الأيام هذه ماشي مع الزلط ما يسوى شيء. الباري كريم يا ولدي وما يفلتنا. علم جاوز أنا عليك، وصيح وسمع بنا قدام الجيران. أنا أروي هذا النذر. لا يبني لك توجع معه، هذا حقي. حقها أنا أدبرها وأديها بالجزمة، ما عجز تعبط بي ذلني. اتعشى ما هي. أنا عبسور. تعشى ما جاوب صاحبي. كيفك يا حبيبي؟ كيف الوالدة؟ عصاها طيبة، طمني، قلقت عليك. قلقت علي يا ابن وانت خليتني اوصل حشيش. صلح يا اخوي، صلي على النبي، انت فاهم الموضوع غلط. انا عاد القاك واوريك كيف تدهده بي اذا ما فضحتك. يا صلاح خلي نيتك خير، انا اتصلت اطمن عليك وانت تهددني كذا. لا انت رجال، اصبر دقايق وانا عندك. اذا تحب نتقابل الان تعال للمكان اللي وصلتني فيه. نلتقيها انا طالب فاهم. يلا عبود، اصواتكم لبرا، افتح لي عند الباب. انا قد كنت داعي انك ملعون من اول ما طلعت من ياسر فيك. تمام هب يا صلاح، انت فاهم الموضوع غلط. شنو غلط؟ كنت عاد تدخلني 60 داهيه. مالك ما به. فك يا ربي النذر هذا كان الشيء يودي فيه. مالك يا اخي؟ خلاص اذا الناس فرعوا. تمام فك اذا ما ربيتك يا دحين ما نرجع. خلاص اهدى، شو حالك تحرق الحالة؟ خلاص يا اخي سمعت بنا. مالك؟ ما في قلبك؟ كان الشيء يودي فيه من السوق هذا. خلاص تمام، صلي على النبي. تمام فك. تمام يا اخي قلت لك. مالك الا ما يرضيك، لكن السياحة السماع ما يصلحش. لا اسمعني، جي ندخل مالك الا ما يرضيك. أين ندخل عصب تعصبوا علي؟ يا هذاك عيب عليك، انت في وجهي، والله ما تخرج الا نفسك طيبة. ادخل. وانت يا تحيم، ادخل.
امسك اشربها. اشرب مالك، اشرب تهدأ. اسمع يا صاحبنا، انا لا عاد اوقف معك ولا عاد اوقف مع صاحبي. انت تقول لي ما هو المجبر من اوله وانا اقول لك كيف. انا عاد اقول لك، لكن احكم بالحق. انت شكلك ابن ناس. صاحبك هذا ادالي شنطه وصلها على اساس بينها دفاتر. وصلتها لطرف الدنيا، اجي ابصر منها حشيش. كان عاد دخلني 60 داهيه، لو مسكوني اني حانب. وانا قاصد الله على حالي، ما في هذا الوادي. يا صلاح انا جبت لك حق المشوار وزياده، انت ليه فتشتها؟ ما فتشتها، شي كانت مفتوحه وبعد 10,000 مفعل بها. ما حياته حي، ما في هذا صدق. حبيت نفسك قوي. 10,000 قليل زيد الرجال. ولا زعلكم. ما قصدك انك عشريني بزلطك خبل يا قاعد رجال. انا ايش من الزلط؟ تدي لي حشيه ناتع. اسمع يا ولد، احنا محترمين لك لانك في وجه الشيخ عبد الله، ولا قلت كنا نتسعك اول. ما انت تسعكم لك فكرك بكسر الله. ايه ما دخلناكم عشان تقاتلوا. اسمع يا اخي، اسمك انت؟ اسمي صلاح. اسمع يا صلاح، الصلاة هذه من حقك، لا هي فضل من حد او منه، وما يصح الا الصحيح. بعدين هذا عمل ما بشوي شيء. ما قلبتني محسسه وما هو. والحشيش عمل يا صلاح، افضل من عملك. عمليه حلال كلها من فوق راسي بشرف. انا ايش مثلك يا ناتع؟ بدون سب يا صلاح. احترم نفسك واحترم الحاضرين. اسمع ما عاد اقول لك، بالنسبه لغلط تحين انك تهزورت وسمعت به، وفوق هذا خلينا يزيدك حقك واكثر، وهذا ما عندنا. اسمع، لا تبقاش لي شرف، حرام لمحك من الوجود. انت قب تشتغل معانا، حشيت ولا ما حشيت؟ قب تعرفنا؟ مشوا حالي، تخفى عليكم مغول ابوك. انت رجال خارج، وريني ما تفعل. بس اجلس مالك. عاد تسددني انا كل شويه. خرج خارج وريني. يا اخي اجلس مالك، انا حلفت لك ما تخرج من هنا الا ونفسك راضيه. مش مع عزتي لك كلمتين. وانت ارجع من الرقعه. اسمع يا اخي، لا نشتي تغثيك ولا نغثينا، كلنا رجال، كل واحد داري بنفسه. مش معها من القريبه، هذا عمل، وذي العمل حيسبر امورك كلها. بدل ما انت فوق الموتور بتدور مشوار ولا بتدور راكب، افعل معنا مشوار واحد، وذي المشوار حيشقع عليك طول الشهر واكثر، وانت جالس معزز مكرم. وثاني شيء، ما قصدك انك ابن ناس وان احنا سرابيت، فالكل هنا عيال ناس، والكل هنا متعلمين وجامعيين. لكن قدر الوقت. والله المستعان، انا ما اقصدكش، ما بيني وبينك شيء، ما اعرفكش حتى. انا اقصد الذي قدامي هذا. سواء قصدت او ما قصدت، قد مغطناها، ولا ما حد اسكت انك تجي باب بيته وتغلط عليه. ما والله لكن عفى الله عنك. والله ما جيت لا عندك ولا اعرفك، انا جيت اصفي اموري مع دحيم، لكن قد احترمتك ودخلت. اسمع مني الخلاصه، في هذا البلد معك قرش سوى قرش، لكن لا ما بش معك الطرف عيهينك. لكن لو معك زلط الكل عجوله عندك ويصيحوا لك يا شيخ فلان، ويتملقوا لك ويتمنوا يسهايروا، وحتى انهم يتمنوا يناسبوا. في هذه البلد يا صاحبي ما ينفع شيء. جلسنا سنين بعد الجامعه ندور عمل وما لقيناش، وحتى اللي معاهم عمل بديش يغطي مصروف يومه، وانت جيت الفرصه الله عندك تفسر حياتك وحياه اهلك. عجبك الوضع مالهم براحتك، لكن ما اضمن لهمش يخلوا لك حالك. انت فوق مضر، اقرب حادث وقعشت. ما حد حيغصبني افعل حاجه ولو راسي من حديد. ما حد حيغصبك، لكن المجبر عندك. بس زلطك وضوي، واذا عجبك الوضع قطع تواصل مع تحيم، وعفى الله عن ما سلف. قبل لا تخرج صلاح، أنا لمصلحتك وحسيت بوضعك لما كلمتني، بس استاهل اللي صار. من قال لي أحشر نفسي، بس ممكن نعتبر اللي صار ما كأنه حصل. أنا حلفت لك إنه لمصلحتك، وحتشوف مع الوقت. أنا قلت لك إن هذا عندنا مشاكل.
مثل هذا الحين أقلقتني عليك. ما بلا صرت لعند واحد كان عنده لي زلط. عنده لك زلط؟ زلط حق من؟ كنت أوصله مشاوير. ما تصايحتوش؟ ماشي يا أمي ما بشي. تصبحي على خير، أنا شتخلى رقد بدني تعب. الله يدحنك المصايب يا ولدي، وأنت من أهل الخير. أنا بمصلحتك وحسيت بوضعك لما كلمتني. من الذي أتزوج بيمه وأنا شاقي بمطر؟ يا ابويا الحلال ولقمة الحلال، هذا الكلام يقولونه عشان يخلونك فقير مثل ما انت. في هذا البلد معك قرش سوى قرش، لكن لما مش معك الطرف عينك. شو حالي بهذا البك الحالة؟ انت بتشتغل معانا، حشيت ولا ما حشيت؟ والحشيش عمل يا صلاح أفضل من عملك. وانت جيت الفرصة اللي عندك تبصر حياتك وحياة أهلك. أصبحتوا يا شيخ صلاح. يا تلاقي هذا الحين يا مدي. أيامه دبرت الذي يقول والله ضروري نكون نتسمع من الحالة. ولا نتسمع ولا شيء يا عم علي، إذا تحملتني والله منكرك ولا أخرك. مفعل قدو ما بلا الصد. ما حد يصبر في زلطة يا صلاح. الحين أنا وأنت له القسم الآن. يا عم علي صلي على النبي، ما يحتاج قسم، ما نش منكر لك أصلاً. غير قدو مفعل ما خلق المعدوم إلا الله. هتخرج معي الآن أو لا شيء ردي لك طق مع عسكري يسحبك على نخرك. قولوا لي يوم ثلاثة الشهر ما دفع عليه شيء، دائما يتهرب. هذا علمي وسلامتك يا فندم. ما تقول يا صلاح في كلام الحج. ما أقول شيء، كلام الصح، لكن ما عنديش قدرة. كودا بين أشقاء على الصرف وعلاج أمي. ما بتشتغل يا ولدي؟ صاحب مطر. طيب ما بش معك حد تتسلف منه يعينك تخارج من الحج؟ ما بش معي رصيد. صلح. الو. حياك يا عم محمد، كيف انت؟ اهلا، من معي؟ معك صلاح صاحب المطر. حياك يا صلاح، حياك. تفضل يا ابني. يا منعا يا عم محمد، اذا معك زلط سلفني. انا حانب اشتي ادفع ايجار البيت. المعذرة يا ابني، والله اني نفسي اعاونك بس الظروف ما تسمح، ولا ما كان بقصر معك. خير، ما بمشكلة، تسلم يا عم. مرة ثانية بسر. كيف حالك يا استاذ نبي؟ الحمد لله. من معي؟ معك صلاح صاحب المطر يا استاذ. وليش بتتصل لي من رقم ثاني يا صلاح على اساس بجاوبك؟ ما انا داري، ما اقول والله، لكن انا حانب يا استاذ نبي. اذا انت تقدر تدبر لي زلط. انا في القسم اشي ادفع ايجار البث، ماشيش احتبس. عاد احتبس، يكفي المرة الأولى ما قدرت تديها. هي بصرت يا فندم، كل الناس تشتكي منا مش ما بالله أنا. طيب هو ما ينفعش نحبسه، هو ما بش معه ولا حد رضي يدي له.
يخرج من بيتي وأنا بتحمل الإيجارات اللي ما اداهاش. جاوب. الو. هلا صلاح، كيفك؟ يا صلاح لا تشيل في نفسك مني، بس إذا تحب نفتح صفحة جديدة. ما تشي مني ذا الحين، انا معي مشكله انا في القسم. خير إن شاء الله، بس حبيت أقول لك إذا ما كفتك حقة أمس حزودك عليها، بغض النظر توصل أو لا، هذا من حقك. يلا انا منتظر، رسلها الآن ما حقدر أرسل لك، بس تعال المساء وحديك يد بيد. صابر. خيامه قضى الله الحاجه ان شاء الله. تعهد على نفسي أنا صاحب البطاقة أعلى أن أدفع الإيجارات المتأخرة كاملة، وأتعهد أن ألتزم في قادم الشهور بدفع الإيجار كل شهر شهره، وأتحمل المسؤولية الكاملة حيال هذا، والله لا ما أقول شيء. من هو هذا؟ هذا صلاح، جاي الليلة تكي معنا، وهو جاي قريب. كيف تشوف؟ حيجيبهم مكلف ساعة مرة الأولى؟ لا ما أظن، شكله مزنوق وعنده مشاكل. دقيت عليه اليوم وهو في قسم الشرطة ووافق على طول. ايش ناوي تعمل معه؟ حخليه يوصل بالدبابة الفترة دي، وحجيب له سيارتي للمشاوير البعيدة. أنت قلت سيارتك عليها بلاغات. أصلاً عادي. كذا جاء صاحبك؟ هلا، مرحبا مرحبا. حياك. تعال. يا حي الله من جانا، يا حي. الله يحييك عمك الله. اصلا ما بنهز ربي تاخذها. كنا شل قد انت فارح تعرف على الحركات. شوفوا يا شباب، صلاح من اليوم في الشلة رسمي، يعني لسه ضيف. رجاء ما حد يزعله. يعني مستجد نصور معه. ولا اقول لك نحن قلنا اطلع لمده 40 يوم. يقول لكم عادوا مستجد يا غاغا. اي معلش يا صلاح، الشباب هم كذا، بس حنعالجهم وحنجيب لهم الجرعة اللازمة. لا اليوم حنخزن احنا مؤدبين محترمين علشان الضيف الجديد. شكلنا اليوم ما عنده خميس. يا رجال خذ راحتك، حسست اني جبت لك ابوك يدكي معانا. شعلوها ما اخي بيبسني اول مرة تبصر واحد اجنبي بيحشش ولا كيف؟ حط يا هود هات حقك الهواء. قد تمسخه. لا ضيف عسى ما فعل طارق. اول ما تمولع. ايش في بعلت يا حبيبي؟ ابي زيد الفقعه سقتنا. واحد ربي ابوه عدو في هذا السن قبل ما يكبر. لا تستغرب، احنا شلة حلوة وفلة،
بس عند الشغل والفلوس ما نمزح. ايوه وقفني ودع تعال تعال تعال. صلاح حتقدر تسوق نفسك ولا تنام لبكره؟ لا بدي اقوم اروح لي الان. انا عارف ان ظروفك هذه الفتره صعبه وانا بحاول اوقف معاك. في معي مشاوير بكره توديهم. لا مشوار واحد بس. عادي براحتك. اهم شيء عندما اقول لك عندي مشوار او توصيله توصلها، وانا مع الوقت هحاول اضبط لك امورك لين السياره وغيرها. قصدك يا عم علي والعشية عن فعل العقد. انا عاد اجي لك العشي مش بعدها تهرب. والله اني كنت داري انك معك زلط. ما بلا كنت مخبي. يعلم الله من اين. وشو عليك؟ اسمع نقول كل شيء بالزلط. هذا الزلط حق هذا الشيء مقدم. ايجارك تكون تجي تشيل سكته تسمعنا مشتيش. ايوه هكذا. سلام يما. وعليكم السلام. حي يا بابي. هاي امي هاي. اسمع يا ولدي، جت اليوم عندنا ام محمد فؤاد جارتنا بتقول انهم حبسوا ابنها وتشتكي يا بني توسط له. ليش حبسوا ما فعل؟ يا ابني بيقولوا انه بيساهر عصابه ومدري ما فعلوا وهو قاعد فوق راسه. وصاحب بعد حاله. المهم يا بني مسكينه جت اليوم لعندي بتبكي وقالت تشتي انت توسط له، مدري ما بيتهيأ لها ان انت مدري ما بتشتغل. ما الله يحفظك لا تكونش تجابريهم مني. قالوا تقاري على شمعتك تقيد. يا ابني انا ما بينا جابر احد، هم بيبصرك يا ابني تغيرت بعد السياره واللبس. يقولوا يعلم الله ما بيشتغل. كوني قولي لهم بيشتغل سمسار اراضي وعقارات. ما يصدقوش ابني، ابنه هو كان من اول سمسار عقارات بس ما سبرت ليش. هذا رزاق يمه دعمي منهم. قبل ما نتغدى يمه اوريش حاجه. سري اليوم اشتريت لنا بيت عند خارج من الشيبه الهرماله. باقي ندفع لهم الباقي 3 مليون. مش هحاول ادبرها من هنا ومن هنا وننقل. ما شاء الله. من لك يا ابني؟ قعدت لي ساعه وهذا الفتره بنجمع كلها. اسالك بالله وبكتاب الله يا صلاح تدي الصدق،
من يوم وانت بتشتغل هذا العمل وانا قلبي ناكز عليك ابني، ما اناش مرتاحه، وهذا ذي بيتصل لك يوميا يا ابني، لا يورطك مثل محمد وترجع تبيعه حق احد. ما الله يحفظ شنو اقول، انا رجال انا داري بمصلحتي. يا ابني انا داري ان انت رجال وسيد الرجال، بس عيال السوق تسحبوا كم منهم يا جناحنا والمجبر هذا. يا ابني انا بينهم مصلحتك، مشتيش يا ابني تصير مع عيال السوق وتاكل حرام وبتبصر كيف اخر الطريق الحرام. ناهي ما اقدر احافظ المجبر هذا. لا قد انت ابني بتأفف، حين انت بتدي لي حق العلاج والصرفه ما حد اشتيش. يما الله يحفظش، ما اناش من العلاج والصرفه، ما هذا الدين غصبا عني، انا من تفكيري هذا. يعني انتم عندكم الحلال ان انا اجلس شاقي فوق المطر من التف ما يعجبكم، لكن انا اشتغل شغل يدي زلط ترجعي تقلقي وتشكي فيني. هو هذا التفكير اللي خلانا من نفكر. خلاص لا تطلع ليش الضغط. والله ما يطلع لي الضغط والسكر الا انا. وهذا التفكير اللي خلانا فقراء وذي خلانا مجحططين في بيوت الايجار، ما عندنا شيء نتغدى. عندكم ما الرحلي خاطرش. الله كريم يا حجه. ما عرفتنيش يا صلاح، أنا أم محمد فؤاد صاحبك. الله المستعان يا خالة، اعذريني والله ما عرفتكم. قد وين وضعت جذبنا يا ابني؟ قد لي من الصبح مراعي عيالك من حين بصرت السيارة، وأمس جيت وما بحدك. مبلا بيجي وأنا مشغول قد روحت، أمي قد حاكتني منكم. مال محمد كيف لو محتبس؟ محمد يا ولدي ساير أصحاب فاترين، دهده هو ودخل في قضية خمور. أوه والله ما هو من هذا الخبر يا ولدي، ولا بيصير في هذا الخبر، وانت تعرفه من عدنته جهال. لا أعرفه، ما يمكن شي يفعل هكذا. قد فعلها رغم اني كنت شاكه في عمله وفي تصرفاته، وكنت اكلمه لكن كان يصح فوقي ويقول لي انه ما عنجزش في هذا الفقر. داحين ضيع نفسه وضيعنا معي يا ولدي. خيرة الله، قد وقع ما وقع. دحين ما قالوا منه. قالوا يحكموا عليه يحتبس 2 سنين، وانت داري ما معي الا هو، وذي كان يشقى علي وعلى خواتم. انا جيت لعندك لا بحد يتوسط له. والله المستعان يا خال، والله لو اقدر من عيني، بس قضايا هكذا صعبه وما حد عرضه يتدخل فيها. انا شدي لي الزلط وانت بصيري له محامي يحاول يخفف عنه. قطع يحكموا عليه غدوه يا ولدي وينطقوا بالحكم، ما عاد ينفع ماذا حين. شيل لي هذا الزلط اذا احتجتيه. كثر خيرك يا ولدي، الله يبعد عنك اصحاب السوء. يا الله يا رب، اذا احتجتي شيء ولا شيء لي رقمي عند امي وحاكيني. خاطركم. الله يحفظك امك ولا يحرمها منك يا ولدي. خاطركم. أسمعك. إيش العلم؟ الأغراض جاهزة؟ أيوة جاهزة. لكن ما بنحول لك ريال إلين توصل الحد. سلم واستلم. موافقين؟ ما تقلق، بس خليني أتصل على الرأس الكبير وأدق عليك. خبرك. خلينا نشوف عمنا وش بيقول. كلمني صاحب الأغراض وقال لي يبيها في الحدود، والتسليم حيكون يد بيد. وش رايك؟ أنا ما أعرف، أشتري فلوسي توصل لعندي في وقتها. إن شاء الله توصل. أنا ما أعرفش إن شاء الله. توصل بعد ما يسلموها لهم. معاكم 24 ساعة تكون فلوسي جاهزة عندي، واللي اعرفوا إن قبوركم جاهزة قبلها. تبشر توصل. يا عيال، من منكم حوديها؟ مال هلا صلاح. بس هذه حتودينا كلنا في داهية. احنا في داهية من يومها، لكن صلاح وقتها.
ابن حلال. يا شباب. هلا والله. هلا بالصقر هلا. خير يا عم دحيم. حبيبي. مالكم يا حبايب؟ مالكم سكتوا؟ أنا ما أنس أستاذ العربي عسب تسكتوا يا حبايبي. قبة تزبك يا صلاح، جيت عندنا وأنت بتناغي. قد بيكبر. يحق له. هذا الديب حقنا. نفدارك يا عم دحيم. ما حد فهمني إلا أنت، والله حرام قد فيني ضيق لا أنا. لا ضيق ولا شيء. إن شاء الله بكرة حتنزل نزلة محترمة للحدود. وحتربح من وراها مبلغ محترم يشيل الضيق كله. كم معي وقع؟ حديك السيارة وحزودك عليها. ما يكفيش. حقي 50% هو السيارة ويكون آخر مشوار. كنت بتحب نفسك زيادة يا صلاح. ما رويناك الطريق الا احنا، ودحين حتبقى رجال علينا. الطريق قدامكم. ما دام قد بين احب نفسي زياده، سيروا انتوا، ليش ما بلانا؟ الشباب عليهم بلاغات والعيون عليهم كثيره، لكن انت لا. يبلغوا ما يبلغوش ماليش دخل. انا ذي علي اشتغل بهذه يعجبني. مين قال لك؟ حتشتغل وحتوديها وغصب عنك، ولا دلعتك شوي شفت نفسك؟ ما دام قدو غصبا عني وريني ما تفعل، وريني كيف عاد تغصبني. تمام. شوف يا حبيبي، اللي ما معه امه وغيره يشتغل زي الناس ويخلي باله، بدل ما تبكي عليه ولا هو يبكي عليها. كلنا معنا كلنا معنا امهات، ما بشي حد احسن من حد. واظن انك حتسلم. اي ابدأوا يا شباب، ما لكم من الجناح. لا قولك ولا قول صلاح. صلاح ينزل السعر بالمعقول وتحيي موافق. $3 والسيارة، هذا آخر كلام. عشان ما كسر كلامك يا عبد الله وافقت، إلا وربي ما يشوفها. ويكون في علمك إن هذا آخر مشوار. ليه؟ لا تكون زعلت ولا خايف من كلمة وصرت متحسس. ولا خايف ولا متحسس، أنا غير محتاج الزلط، لما كنت عاد أقبل. يعني ما بشقلك زي ما بدأت معانا من أول وقلتها مشوار واحد. عادي يوصلها ويقعد يريح فترة بعدين نتفاهم. كذا تفاهمنا داحي. يا ابني روق. خليني أقول لك شيء تحطه في بالك. اللي يطلع من هنا نشك إنه أي بلاغات علينا إنها منه، وهذا الكلام حنتفاهم عليه بعدين. الأهم أن الأغراض الكبيرة اللي مثل هذه مو أي واحد يهربها، واللي يهربها لازم يحط عندنا رهينة من أهله علشان لو مسكوه ولا حصل له شيء يكون عندنا ما يعوض. يعني دحين تشي ندي لك رهينة وما لا الله المستعان. يا صلاح أنا أوثق فيك أكثر من نفسي، بس صلاح خليك ذيب، لأنه لو صار شيء عمنا ما حيرحمنا وحصفينا كلنا زي ما صف الشلة اللي قبلنا. مالك يا دحين مفتجات، سامني أول مرة أوصله وإيش؟ لا مو أول مرة، أنا عارف إنك ذيب. أقول لك الآن خزن وارتاح. مثل ما قلت لك هذا آخر مشوار. عادي وصل الطلبية هذه، بعدين إذا تبي ترتاح مو مشكلة، مع أنك اليوم مش عارف إيش اللي مضايق لك. أنا ضايق وانزت جغرتني بالمجبر حقك. صلاح قوم يا ابني، أي حين عاد قوم. هذا ما عادش عمر يا ابني، سهرة طول الليل لا فجر ورقدة طول النهر لا مغرب. ناهي هدر من صباح الباري. ايش من صباح؟ قد احنا ظهر. وما فيها لا سرت.
معي عمل أنا ما نشفى ومطر بكرة دورة موظفي. أي شو هذا من عمل يخليك سهران طول الليل لا فجر؟ دلالين العقارات بيبكروا من فجر، ولا بتغابى على أمك بتقول قدي عجوزة ما دراها. هذا عمل حرام. وقد بيعبش علي، هذا مجبر مش هو حقش، ما قد معانا. ما حد بيعبيني ولا حد بيقول لي. أنت تغيرت يا ابني، تغيرت. حتى صورتك تغيرت، رجعت قاسي وقليل الحياة، صاحبة البس جديد، وتغيرت الغبرة حق المطر وحريق الشمس، لكن أفعالك كلها حرام. لا تدوقي عيش راسي، خرجي سكتة، مش يجي رد علي شغفيش، خرجي. عم دعيم، اتصلت لي وانا راقد. إذا عرفت متى بتتحرك؟ بقوم البس الآن وخرج. ترك تأخرت يا صلاح. ما عليك، لا يوصل في الوقت المناسب. أنا معتمد عليك، ها؟ لا ابشر. ها ما تتأخر، معي عمل خارج صنعاء، يمكن يوم ولا يومين. خلي من جاء من عيال الجيران ينفعش ولا يشتريش أي حاجة. ما يفعلوا عيال الجيران، وابني قدو بيتعامل معي كذا. إيش اللي الزلط؟ أنا ما اشتي زلط، اشتي ابني صلاح، ابني الذي يعرفه. أبوك كان يقول أنت حاضنة من الدنيا، الحمد لله إنه مات قبل ما يبصرك هكذا. احنا قلنا كد يما، ما يقولش معي عمل عاد ارجع بعد عن جابر. صلاح ريح بسرك. مالك مشبه؟ وين الغراب؟ وين الضرب؟ ولي صاحبك ينزل بالزق. انت بتدخل فندق او تروح مطعم او تنزل من فوق سيارتك، خليك على الدعسه لين صنع، او نم فوق سيارتك للصبح واشرد. تمام. يلا.
ارفع فوق. لو انت رجال ما جيت من الخلف. لا تتكلم عن مرجلان معشش. يا عمليات يا عمليات، تم القبض على العناصر في المكان المحدد، وهروب شخص علامة سيارة هيلكس بيضاء 2018. بلغ النقاط لمتابعته. علم. أيما أو أنا خارج صنعاء، بدي أروح اليوم. اتصل المطعم ديش غدا سفري، وخلي أم محمد يسألنيش لما أجي. بين أقول له أنا قد أنا في الطريق، قد أنا أروح اليوم. يلا. مالك يا عم سامع؟ أطلق الحقين. تحتاج مساعدة ولا شيء؟ اسلم الله يحفظك سلام. أمانة علي. خدمت ولا شيء؟ يكرمك الله سلام. قادرك يا عزيز. الله يفتح عليك. الزلط الزلط يا حلو، الزلط يا حلو الكلب، الزلط الزلط الزلط. الزلط يا عم. الزلط 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 الزلط. الزلط يا حلو الكلب. الزلط يا حلو الكلب. عن ابوها شغله، عن ابو مشوار.
الو صلاح، وين انت؟ امك تعبة قوي، مش قادرة تحرك ايديها. يلا يلا يا خالة، يلا قد انا جاي في الطريق، تعال واحد جهال الحارة تحبوها لو ماجي. تمام وانت لا تتأخر. يلا قد بين نطير. اذا حاولي تلحق يلا موصل يا خالة. الله يهديك يا صلاح، امك تعبة وانت في عالم ثاني. ايوه صلاح وينك؟ انا قدني في الطريق، بوصل له عند ام اسعفه. قال زفاف قلت له ما نحتاج عدمه. ما ينفع يا صلاح، الفلوس لازم توصل بوقت. لما وصل ساعات ايش حصل؟ الموضوع ما في مسح يا صلاح، حيطير فيها روس. يلعن شكلك كاذب، القوخ ما عدمو. ظلتك سرقوها. لما وصل ساعات ايش حصل؟ شتان معك. كيف سرقوها؟ هذا شكلي شيء يبرمنا كلنا. حيطير روسنا هذا الصعلوك. ايوه حيقرح روسنا. بين اقول لكم من اولها عيلعب بذيله. نوريها الوجه الثاني. خلوني نصحف امي يا ابن الله. وين الفلوس يا صلاح؟ والله اني انسرقت في الطريق. خلوني نصحف امي يسدي لك بدلها. يعني الفلوس موجوده وانت مخبي لها. والله انها انسرقت. خليني اصعف امي يا من امي حبها. خليني اصعف امي. تكلم وين الفلوس؟ انت شكلك تتعامل مع محششين ثانيين صح؟ من اول يوم وانا شاكك بك انك صعلوك وورد. اعترف ان الفلوس احسن لك. والله انها انسرقت. اصعف امي وانا بدارك يا عبد علي. حكى وين الفلوس؟ خليني اسحب امي انا بدحلاتك. قلت لك اعترف اين الزلط. حاجة أين الزلط؟ قبل ما أقتل أمك أمامك. أنت ما حد كان عليك تهرب دجاج. يا هي وسع خليه يشوف. حتعترف الحين ولا اقتل امك وانت عاجز مو قادر تعمل شيء؟ بس يا عبد الحميد يا منعم، اقتلني انا يا عبد الحميد يا منعم، اقتلني انا يا منعم. بس يا عبد الحميد يا منعم، يا منعم لا تقتلني، اقتلني انا، اقتلني انا يا منعم.
اقتلوها. بعد اللي عندك 3 تعترف ولا بفجر مخك؟ 1 2 هبطوا حلقة الكل يسلم نفس المكان محاصر. سلم انت وخرج وعدك بخير. قسم لك الزحمه كلها. الكل سلاح على الارض. لا حدا يرمي. والله لا عاد بيولد. يا انت بخلي ناس نبصر بي. بس اسعفوه. يا عمليات يا عمليات. تمت المداهمة وتم قتل العناصر المشتبهة ما عدا العنصر الذي يسكن البيت والظاهر انهم اصابوه واطلقوا عليه. علم صلاح، أنا مودع يا ولدي، بين أحس إن الموت فيني واشتي أقول لك كلمتين تخليهم في حسك. كل ما في الدنيا ممكن يعوض، لكن أمك لا ثارت ما تعوض أبدا أبدا. ما عاد حاجة يحبك مثلها. أمك بالدنيا وما فيها. ايوه. وقتلوا امه والكل. جو مكافحة المخدرات وقتلوهم كلهم. يا حريقة، وكان مطلوب منهم عمل واحد في السنة، وفوق هذا قبضوا عليهم وقتلوهم. شوف لنا ناس ثانيين يكونوا مفحوسين بدل هؤلاء العاهات.